كان يا ما كان والكون مالك الرحمن. كان الحبق والسوسان ونصليو على النبي العدنان. يا سادة يا كرام، فهاد المرة غادي نحكي لكم حكاية غريبة مفهومة ماشي صعيبة، والجلسة معاكم كلها طيبة. كان في شي وقت من الأوقات تتعيش واحد العائلة فيها غير البنات، 3 شقيقات والرابعة ربيبة. كان باهم تيعاملهم معاملة وحدة، ما كاين فرق بين البكرة ولا الصغيرة، كل وحدة عنده أميرة اللي مهم دايرة فيهم فرق كبير ما بين بناتها اللي من كرشها وربيبتها اللي في عقلها ما دخلاتها. من كبرات وعادت هي اللي تتقدى وتنضي، ومن تقضي تجلس على الغرزة والطرز وتخيط، ومنين عليها تعيط توجدها قدامها تترعد من الخوف. سرها ديما مقدوف وباها غير تيشوف، عياب الحلوف وغير تيحنت، وهي بتمارة الطحنت. وعاد كلفاتها يوميا تعجن خبزة لكل واحد فيهم، والخبزة ديال الأم تكون وافية شوية عليهم. تعجن وتعاين حتى تخمر وتجمع العوال وتحمي الفران وتطرح وتفرق وتحضي القدرة على الكانون وتحرك وتمرق وتحلو وتمخض اللبن، وجهدها تدفن في ديك الدار. وفي واحد النهار مع الزربة والخلعة والتلفة نسات ونبزات من خبزة مرتباها اللي يمراتها. قالت ليها يمي حيت هي اللي رباتها، راه نسيت وبلا ما نشعر حصل هاد الامر، وإلا بغيتيني نمشي ندبر على خبزة في قياس خبزتك، ما فيا ما نهز قرصتك وضربتك. قالت ليها والو، خبزتي من خبزتي نخلع. حتى حل معاها مالاق، وبدات تعاير وتسب وتضرب باللي لقات في يديها، والبنت مسكينة ما لقات غير رجليها. سبقوا الريح ومرت باها تابعها وتصيح بغيت خبزتي اعطيني خبزتي، وتشير حتى خيال البنت غبر وتلفات بين سواقي والشجر. وبلا ما تفكر في الامر قررت ما تولي، وبداتي الروحة تتسلى غير مخبعة الطل. وفي الليل تيغطيها شعرها الطويل الكحل. حتى واحد المرة قررت تبدل المكان تلقى فيه شي طمئنان. مشات حتى عيات، وهي تصدف عزيب واحد واسع وعريض وبنيه غريب. طلت ودخلت ما وجدت حتى واحد فيه. تعجبت كيفاش حتى واحد ما حاضيه. شربت من عيونه الكثار، وكلات من خير الشجار، وحسات بالنعاس دوخ لها الراس. تكات وتمدات وغمضت عينيها، لكن طلقت ودنيها عارف راسها في خلا ماشي منزه في رحلة. وإلا بغات تغيب وهي تسمع صوت غريب، يلا حلوا البيبان فرشوا الزربية للسلطان، راه وصل حيان بالزربة تنصبوا الخيام. آمر تعمل كل شي يعمل، لهلا يخطي الحكام. والبنت غير شافت ما شافت، وهي تلعثم وبدات تخمم بحال إلا حصلات. الصوار عالية والحراس عينيهم تلقت الجوان. حمت مزيان وهي تدخل ما بين الغنم اللي عددها كثير، حدا جنب البير بعد الماء حداها، والله نجاها وحضاها. يا سادة يا كرام، السلطان من ارتاح طلب مرايد الهند، وبالو منظر من البعد وسط الغنم طرف كحل. بلا ما يتعجل قال له زيرو شوف فوالو اياه يا مولاي، هاديك شي حاجة ماشي خيال. ودغيا طاحت له في البال وقال له يا مولاي في الحال توجد قصعة تريد بالفروج الديد،
يكون مالح ماشي مسوس، يبان حس هذا المدسوس. الإنسي لا فيه الجوع ياكل، والجني ما يقرب لطعامنا. في لحظة كل شي بان قدامنا، وهذاك ما كان يا الخوان. كلات وبردات ومن البير شربات، وعرفوه إنس ماشي جن. وقال ليهم السلطان حضروه قدامي، اللي كان وغير بالظرافة واللطافة، وكسيوه بشي لحافة. ولف خسروا البنت وهي تترعد، ماشي من البرد، من الخوف. تحت تلتقوا سنانها وتكمشوا يديها. قال ليهم خليوها. ومنين شاف فيها وتمعن، شاف قدامه جمال تيفتن. عاود فتح عينيه مزيان حتى تيقن. وقال له وزيرو امرهم يجمعوا باش نرحلو. وبدا المستشار يتشرح له. تهلاو في البنت مزيان، ومنين لبست زادت تواتات، وصبحت لالات البنات. وفي وسط القبة ضوات، وقاع منوات هاد العز العظيم. سبحان المنان الكريم، كرمها بعد الخوف، والملك فيها غير تيشوف. حتى علنوا عرس السلطان بالزين الفتان، رقصت الناس والموسيقى دوات. وحتى الطيور غنات وقالت هاني وهاني، من الخبزة تهنات. سعدية الريم يا زينة البنات، وبالزربة دربات على الجو جديد. وكان كل يوم عندها عيد. واحد نهار سمعت صوت حزين من بعيد، تيسعى نسعى وباب الله. امرت الوصيفة تدخلها وتغسل ليها، ومن الخيرات تعطيها. وحيت عقلات على الشدات، وشحال من نهار مكلات. وقالت ليهم قربوها لي وخليوني معاها، بغيت ارتاح حداها. تعجبوا وغربوا، هي تعقل عليها. قالت هذه مرتبة، ياك ما دايرها سبة. ولكن المرأة ما عقلات، حيت البنية راها تبدلات. وقالت ليها واش عرفتيني؟ قالت ليها فكريني. اللي نعرفهم بزاف. قالت ليها وفين؟ قالت ليها فين بويا وخوتي؟ ردت عليها عليك انت يا الهاربة اللي هربتي. اعطيني خبزتي. بغات تحميها غوات، وعلى الشر نوات. وهي تامر حارسها الخاص، يحملوها خارج البلاد ويسكنوها في دار الجواد. ما يخصها خير وردوها بحال شي طير في القفاص، غير الماكلة والنعاس. وما زال الطير تيغني، إما الهنو ما تهنى، ما تدني كيف تيقولوا المثال. وعلى كل حال راكم يا ساداتي ديما في البال. ما نكملش لكم الحكاية، هذا محال يا سادة يا كرام. السلطان الهمام قال الملكة تعالي نبدلو الجو في جنان الخضار، نمتعو البصار. قالت له امرك مولاي، تينفذ من الحال، رحلة تغير الحوال. امر عامل الموكب ارحل، ومن باب الكبير ذا الجنان دخل. وفوق ما تتخيل تحيز في الشكل والنواع، وفرحات اللي جاع واد بقنطار، وشلال مياه هو تقاطر. عشاق النظر وحد الدالية من دخله بحال الحرس من الجناب. وقت العنب طاب سبحان الله، عنقود كحل وعنقود بيض. منظر يفتن مالوش نظير في جنان الخير. وحتى خلات بيناتهم الجلسة وحلات، ومن البعد حاضيهم العسة. وهما ينبتوا جوج قضيبات صغار، قاع ما ينتابهوا لهم النظار، كلها حايز في جهة. وسمعت قطيب تيقول اعطيني خبزتي، والاخر تيرد عليه ما عنديش. وهي تبقى تضحك وتضحك، والملك ما فهم والو،
حيت ما سمع والو. وجه سؤالو ليها: ايوا ضحكينا معاك، رحنا زعما حداك. قالت ليه: يا مولاي ما كاينه حتى حاجه، غير ضحكت. وقال ليها: ما كاينش ضحكه بلا سبه. وبغى يدير من الحبه قبه، ودارها وبغواتو شعل نازها، شعل نارها. ومني بغات داويها عماتها، ومن خرجات كلماتها قالت تريد فاتها. قالت له: يا مولاي اللي ضحكني هو داك المنظر نتاع العنب اللي معنق العنقود الابيض. صفعها بالجهد وفهمها غلط، وما كفاها الحلوف ولا التعياط. وقال ليها: عينيك بعيدي، انا غادي نطير له راسو بيدي. انتي خرجتي الخطيه وحكامك غادي يكون قاسي، وغدرك ما ناسي حتى نموت. وهي الخوت لهلا ينزل علينا شي باطل. راس العبد بسيفو طار، وهاد السر بقى غير في وسط الدار. مرت السلطان كل ليلة تتحمل الراس المقطوع، وتطوف بيه بالحفا والجوع. مسكينة أشهاد العذاب، بالحق كل شي مقدر ومكتوب. ونا ما زال معاكم يا الحباب يا سادة الكرام. في شي يوم من الأيام حكيمة نسا نجمة بغات تبيع عقد الجوهر، وقصد الدلالة معروفة. قالت ليها: هاد ليام السوق بارد والحركة عيانة، سلعتك مزيانة لكن الغالب الله، يمكن تبيعيه لمرت السلطان بعد عندها وهانية وصافي لها الحال. غير سيري راه تتسخى بالمال. الحكيمة شاوروا عليها المشاورية، قالت ليهم: غادي نسلم هاد الهدية لالات البنات. الملكة بحال اللي ما كاين والو، رحبت واستقبلات ووجهها ضحكات، وتعاودوا الخبارات. ولقات الحكيمة ما جايبة اخبار، وبدات الهضرة على ما حكاتو الدلالة الحكيمة الفهيمة. ورد عليها الملكة: انا خاطري هاني، غير سايني حتى يطيح الظلام، وتفرج على غرايبي ومحايني غير سايني. وفعلا فركينة تخبعات وشافت وتبهضات، حتى عيونها دمعات وعينيها ما صدفات. وغير كملات والمرا جفلات، رشاتها بالماء حتى لعقلها رجعات. وقالت ليها: ايوا كيف جاك عذابي؟ ردت عليها: غادي تفاجئي بسبابي، والعبد غير سباب، والله يفتح باب الخير والتيسير. ودابا سمعيني مزيان، وش ميا في هاد المكان. غدا منين يبغيو يحملوا ليك الراس، رفضي وقولي لا، وصوتك تعلي عليهم حتى يجي اللي تيامر عليهم. وقولي لا، ومنين يسولك قولي له: ماشي انا، هو قحطان بن زهران. وداكشي اللي كان حتى قالها: واش كاين شي سلطان اشهر مني؟ ردت عليه: سول الحكيم الجيعان. وغير جابوا بيه جمع العدة والعتاد، ولا غد ليه خوا البلاد. بعد ايام وصل لبلاد المقصود، وشوف والله المعبود تيمهد السباب. والبنت بعد هاد المدة تهنات من العذاب. استقبلوا قحطان، وبعد الراحة حكالو مزيان كل شي بالفصايل. جابولو بان ليه غير الشك عمى عينيك، وكون تريدتي الله يهديك. دابا راه حيط المحبة تقطع، وبقات عينين الملك تدمع. قالو: يا سلطان لا تبكي، عند الحل تاخدو عندي. وعاد
عامل العفريت جاب المطلوب، والسلطان حقق المرغوب، والسلطان القديم مات من الكروب. وانتوما يا ساداتي على الله تكونوا تمتعتوا القلوب، والصابر فينا هو المحبوب، وبنادم راح جر وطوب. وهكذا حجايتنا مشات من واد لواد، وما يفهمها غير ولاد الجواد.